صباح او مساء الورد على حسب وصول اللي ليك. النهارده حلقه جديده من قناه اي تو زد برنامج تعال ما اقول لك. حتى انت يا بروتوس. الكلمه دي معروفه قوي ما بيننا، بنحب نقولها لما نكتشف ان احنا فقدنا الثقه في واحد كان قريب قوي مننا، او اتخلى من واحد كنا واثقين فيه جدا. بس الكلمه دي ليها مرجعيه تاريخيه كبيره جدا جدا. اتصنفت الطعنه دهيت اللي اتقالت فيها حتى انت يا بروتوس من اقصى الطعنات على مر التاريخ. صاحب الكلمه دي هو يوليوس قيصر، وقالها لبروتوس اللي هو صديق عمره والمستشار بتاعه في عز مجد روما، لما كان عندها مجد يعني زمان قوي. كان القائد قيصر بتاعها اسمه يوليوس، كان اسمه يوليوس قيصر، بس الامراء بتاعه والنواب بتاعه كان اتفقوا على اغتياله، ان هم خلاص زهقوا منه وعايزين يختلوه. ففي يوم عقدوا اجتماع وبداوا ان هم يتكلموا في امور الدوله ويتناقشوا، وبعد اشاره معينه قرروا ان هم كلهم يقوموا بطعنه. وبداوا بالفعل ان هم يطعنوه واحد ورا التاني ورا التالت، بس هو كان قوي البنيه وكان جته يعني. بدأ يحاربهم واحد ورا التاني ويزقهم، ويزق ده يمين ويزق ده شمال، لحد لما لقى صديق عمره بروتوس واقف بعيد، فحس بالنجدة، حس بالأمل، فبدأ يجري عليه بتلهف وفي عينيه اللي هو نظرة استغاثة لصديق عمره. ويا ريته ما راح. أول ما راح لبروتوس طعنه بإيديه بروتوس أول طعنة في صدره. يوليوس ما ماتش من الطعنة دي. يوليوس مات على ايد صاحبه من طعنة الغدر، على ايد صديق عمره. ساعتها قال له حتى انت يا بروتوس اذا فليسقط القيصر. وهنا وقع قيصر يوليوس ان هو على الارض وفقد الامل واستسلم ليهم ان هو ما يموتش، لان صديق عمره بروتوس نفسه هو اللي قام بقتله. وقال عن المنطقة دهيت الكاتب الكبير ويليام شكسبير: احيانا لا يحزنك الكلمات التي تقال عنك بقدر ما يحزنك عندما تعرف من قالها. وبس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه. بصوا على المصادر. وبس كده يا سيدي.